بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال وفي اتم صحة ان شاء الله. ان شاء الله النهاردة نشاركوا الفيديو مع بعض بإذن الله تعالى. الفيديوهات اللي بقدمها تعجبكم وبإذن الله تعالى أكون عند حسن ظنكم، وعلى قد ما أقدر إن شاء الله يا رب يكون إيه كل يوم فيديو بإذن الله تعالى على قد ما أقدر. وخلينا كده متفقين مع بعض ان الفيديوهات بتاعتي لو بتعجبكم بالله عليكم ما تنسونيش باللايك. اللايك بيدعم الفيديو انه ينزل في مقترح اليوتيوب ويبدأ الناس تشوفه، وبكده القناة تبدأ تتعرف وتكبر ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا احنا عندنا الجو اليومين دولت حر نار، يعني حر بمعنى الكلمة. فالمقطع اللي قدامكم ده طبعا انا لابسه في ايه لبس شتوي وتقيل كمان، يعني الجلابيه تقيله وكمان لابسه تحت منها هدوم شتوي تقيله. اللهم صل على سيدنا محمد. السمك ده يا حبايبي كان والله تقريبا المقطع ده تقريبا من شهر ويمكن اكتر، يعني تهيألي المقطع ده كان في رمضان بتاع السمك ده. وكان سبحان الله منسي على التليفون. طبعا انا بحذف عندي كل الفيديوهات اول باول، اي حاجة على التليفون بحذفها اول باول، لان مساحة التليفون عندي مش بتستحمل اي فيديوهات. فاسجل فيديو وتاني يوم، يعني مثلا اسجل فيديو النهاردة وانزله، تاني يوم اعمل فيديو تاني امسح الاولاني اللي هو ايه مفيش مساحة. طالما نزلت الفيديو بشيل كل المقاطع اللي عندي على التليفون. من النادر ان يستنى عندي مقطع او حاجة بسيطة كده اللي بسيبها على التليفون يعني للضرورة. فالمقطع ده كان من رمضان، وانا لقيته على التليفون دلوقتي وانا بسجل الفيديو وانا بمنتج الفيديو، فقلت انزله لان الفيديو المقطع بتاع الفيديو مش طويل يعني. فكملت الفيديو بالمقطع بتاع السمك ده. كان سمك في اليوم ده كان ابو امير جايبه اعمله، اللهم صل على سيدنا محمد. نضفته وعملته مقلي، سمك مقلي يعني محشي كده بتوم وكزبرة وكمون وليمون وجليته. عملت له تتبيله كده وجريته في اليوم ده. احنا المقطع ده كان في رمضان. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بقية الفيديو بإذن الله تعالى يعجبكم. كنت طالعة ألم الغسيل كده من على اللهم صل على سيدنا محمد من على السطح. فالمكنة من هنا ورايح يا حبايبي، مكن الري ده يوميا على الله هيكون داير. فانا حبيت وانا طالعه كده اصور لكم برضو. كنت اخر النهار وطالعه الم الغسيل اللي على السطح، وطبعا انتوا عارفين ان عندي الكتاكيت البيضة فوق، فبطلع الصبح والمغرب بطلع السطح احط لهم ميتهم واكلهم واظبط لهم الدنيا عندهم، ولو معايا غسيل بطلع انشره والاخر النهار بألمه. فانا كده كنت طالعه طبعا الصبح ما صورتش وما عملتش حاجه خالص. اخر النهار بقى خدت معايا التليفون وصورت كده وانا طالعه على السلم. صورت المكنه وبجردان برضو واجواء حلوه كده، حبيت ان انا اشاركها معاكم. انتوا برضو يا حبايبي اكتبولي في التعليقات لو حابين ان كل يوم انزل لكم يعني ولو جزء بسيط كده من صوت المكنه ومن الاجواء الطبيعيه كده، يعني مع الزرع والخضره واجواءنا كده كما هي، يعني زي سبحان الله زي ما ربنا عاملها، يعني وكأنها لوحة فنية والله العظيم. يعني لو بريشة رسام مش هتبقى بالجمال والحلاوة دي. فانتوا قولولي لو حابين دايما انزل لكم مقاطع بصوت المكنة والاجواء الطبيعية، اكتبولي في التعليقات وبإذن الله تعالى اكون عند حسن ظنكم واقدم لكم يعني حاجات مفتقدينها الناس اللي في المدن والناس اللي بعيدة عن الأرياف يعني. فقولوا لي ايه رأيكم ان انا ادخلكم معايا في المود بتاعنا او في الاجواء بتاعتنا. قولوا لي رأيكم برضو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا شوفوا الغلة دي يا حبايبي، الغلة دي انضمت
والأنفار بتضمها وتربطها كده ايه ربط صغيرة، عشان بعد كده ان شاء الله وقت الدراس يعني ايه تكون سهلة على الناس. الأنفار اللي بتشيل تكون ايه سهلة عليهم. اليومين دول الريح عالي قوي، وصراحة الدراس بيكون صعب كما يعني مش عايزة اقول لكم صعب قد ايه. الدراس ده كلته طبعا التبن اللي بيطلع من الجمح كلته تراب وعفر مع الهواء، فالوضع بيكون صعب قوي يعني صعب. الله يكون في عون الأنفار اللي بتشتغل والله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مش عارفة اسكت وتسمعوا صوت المكنة، يعني اكيد صوت المكنة احسن من صوتي. انا عايزة اقول لكم ان صوت المكنة ده يعني من هنا ورايح، يعني انتوا بتحبوا صوت المكن، انا عايزه اقول لكم صوت المكنه ده بيصدعني والله العظيم. يعني انا بسجل الفيديو دلوقتي، انا مش عارفه انتوا سامعين معايا صوت المكنه الحقيقي اللي بره ولا لا. المكنه ده احنا دلوقتي بالليل والمكنه شغاله، يعني من بعد والله من قبل العصر تقريبا، مش من بعد العصر، ده من قبل العصر، والمكنه بتاعت الميه شغاله لحد دلوقتي، فالله المستعان. صوت المكنة للأمانة يا حبايبي، لأن هي مش مكنة واحدة، عايزة أقول لكم كذا مكنة، بس دي الأقرب اللي أنا بعرف أصورها وأنا على سلم البيت بتاعنا أو قدام البيت أو من على السطح، بعرف أصورها لأن دي أقرب حاجة ليا. لكن بقية المكن، في مكن تاني حوالين البيت بس بعيد شوية، كل المكن بقى اصواته بتتردد على بعضها، فالله المستعان من الصداع اللي احنا بنشوفوه طول الصيف، لان طول الصيف ري كل يوم كل يوم كل يوم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا يعين كل الناس يا رب على حالها، ويصلح حال المسلمين جميعا يا رب. يا رب يصلح احوالنا جميعا، ويشفي مرضانا ويشفينا، ويشفي كل مريض بحق لا إله إلا الله، ويشفيك يا ليمة، ويرزق كل مشتاق يا رب بالخلف الصالح، ويرزق فهد، ويرزق عبد الرحمن، ويرزق أميمة، ويرزق كل من كان يا رب في نفسه في الخلف الصالح، الله يرضيه ويقر عينه بالذرية الصالحة البرة اللي تسر عينه يا رب، اللهم آمين. ويصلح حال أولادنا وينجحهم يا رب في المدارس، وينجحهم في أعمالهم، ويوفقهم في حياتهم كلها يا رب. أولادنا كلك اللي في الثانوية العامة ربنا معاهم يا رب، يسهل لهم كل صعب، ويهون عليهم الفترة اللي جاية، ويجعل يا رب أيامهم كلها فرح وهنا، وما يخذلهم أبدا، ويديهم الخير كله يا رب، يجبر خاطرهم ويجبر خاطرنا إحنا فيهم يا رب، اللهم آمين. ويسد دين كل المديونين يا رب، يا رب كل اللي عليه دين وكل اللي عنده هم وغم ربنا يعني يشيله عنه يا رب، حق لا إله إلا الله قادر ربنا يعني يمحي كل الديون ويمحي كل الهموم عننا وعن قلوب المسلمين كلها يا رب، اللهم آمين. ويصلح حال بلادنا وأوطاننا العربية يا رب كلها، ويعني احنا كلنا كدول عربية كخليج عربي كلنا شعب واحد وإيد واحدة، ربنا معانا وينصرنا على مين يعادينا يا رب، اللهم آمين. هنا كنت بلم الغسيل بقى، عايزة أقول لكم يعني كان المغرب كان أذن هنا اللي هو خلاص بدأت الدنيا بقى بدأت تضلم، فالتصوير معايا التصوير معايا مش هيكون أحسن حاجة. بس حبيت برضو ان انا يعني ما احرمكمش من طلعتي البهية، انتوا عارفين ان انا بحبكم والله العظيم، يعلم ربنا ان انا حاسة اتجاهكم بمسؤولية كبيرة، ونفسي ان انا كل يوم اكون معاكم، وما يكونش كلام بقوله، لان دايما بتكلم وانا عارفة ان انا يعني رحت بتكلم مش بنفذ، بس بيكون غصب عني. فانا حابة ان انا دايما اكون معاكم في فيديوهات حتى لو بسيطة او صغيرة، حابة ان انا اكون معاكم والله. شوفوا احنا هنا كان المغرب اذن والدنيا بدأت تضلم، الواد امير كان قاعد هنا، ورحت قعدت ريحت جنب منه شوية كده، وبعدين قمت كملت تاني. ما بدهاش بقى في عشاء، عايزين ننزلوا للعشاء ونصلوا المغرب، ويا دوب بنصلوا المغرب ونتعشوا بنبص نلاقوا العشاء جايت، واحيانا ما بنتعشوش الا بعد صلاة العشاء، يعني اليومين دول فترة حصيدة، فتبص تلاقوا ايه كل المواعيد معانا ملخبطة كده شوية.
ربنا يا رب يقوينا ويقوي كل واحد على حاله يا رب، اللهم امين. اتمنى طبعا ان الفيديو يعجبكم، واتمنى ان اكون دايما عند حسن ظنكم. بالله عليكم لو الفيديوهات بتعجبكم ما تنسوش اللايك والله يا حبايبي مش بيكلف اي حاجة خالص ولا بيكلف فلوس. اللايك بيخلي الفيديو يترفع وينزل في مقترح اليوتيوب، فتبدأ الناس تشوف الفيديوهات بتاعتنا والقناة بتاعتنا تبدأ تتشاف، وبإذن الله تكبر بيكم، وإن شاء الله يعني ربنا يعني يكرمني فيها بإذن الله. هنا أنا كنت بجرب لكم الكاميرا عشان تشوفوا دي كان بابور كان بيدرس جمح، يعني في ناس جيراننا درسوا الغلة بتاعتهم هم بعيد، بس أنا كنت بجرب الكاميرا. بس لقيت الإضاءة مش حلوة خالص خالص، فعملت تاني يعني صغرت التصوير من تاني عشان ايه التصوير يظبط معايا، لان الدنيا كانت بدأت تضلم. اتمنى ان انا اشوفكم دايما على خير. يا رب اسمع عنكم كل خير، وشكرا لكل كلامكم الطيب اللي بتقولوه في حقي. ربنا يا رب يكرمكم ويرضيكم ويصلح احوالكم. اشوفكم دايما على خير باذن الله تعالى، وما تنسونيش باللايك، تعليق حلو منكم. اشوفكم على خير في فيديوهات جديدة وشيقة وممتعة ومفيدة في نفس الوقت. والسلام عليكم.